وطرقها وما يصبح الإنسان به مرتدا. واليوم طبعا نحن لم نشرح كل أبواب الردة أو فصول الردة، وإنما ذكرنا جزءا منها، والباقي ممكن أن يدرس في جلسة أخرى. واليوم سوف ندرس مصطلح الملحد. ما معنى مصطلح الملحد؟ وما الفرق بين الملحد والكافر؟ الملحد هو فصيل من فصائل الكفر، غير أن الملحد ليس فصيلا من فصائل الشرك. الشرك هو من جعل لله ندا، والإلحاد هو الإنكار لكل شيء اسمه العبادة أو اسمه الله، هذا اسمه الإلحاد. والإلحاد مذهب قديم وليس مذهب جديد، هو قبل الإسلام. وكان كثير من الكهنة الذين كانوا يعاصرون ملوك زمانهم كانوا ملحدين، ولذلك تجرأوا على أبشع الوسائل لاستعباد الناس وقهرها وأكل أموالهم بالحق بغير حق، فهؤلاء ملحدون. ثم بقي الإلحاد يتلون بألوان مختلفة عبر التاريخ. فبعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الإلحاد في نحلة المزدكية، والمزدكية ظهرت في بلاد فارس، وكانت تدعو إلى شيوعية النساء والمال والمأكل وكل شيء، ودخل فيها 70,000 من الفرس. وكان هذا مزدك هو زعيمهم، وكان لا يؤمن لا بآلهة المجوس ولا بأية آلهة، كان يؤمن برغباته الشهوانية، فكان يحب زوجة كسرى وأراد أن يصل إليها، فاتحد هذا المذهب الإلحادي ليكون الناس شركاء في النساء والمال وكل شيء، حتى تصبح زوجة الملك أيضا من الشركات له. وبلغ به الأمر إلى أن دعاها لذلك، ثم جاء أنوشروان فقام على أبيه فقتله، فتولى هو الملك، وكان يكره هذا المزدك وذبحه، وذبح معه 70,000. وفيه يقول الجاحظ: إذا ذكر الشرك في مجلس أنارت وجوه بني برمكي، وإذا تليت عليهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدكي. وإذا تليت عليهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدكي. وتكلم عن هذا المذهب كثير من أهل العلم، منهم الإمام التميمي، ومنهم الإسفرايني، ومنهم الشاطبي، ومنهم كثير من أهل العلم تكلموا عن هذا المذهب. ثم بدأ هذا المذهب ينقرض ويعتنقه أشخاص،
بعض الأشخاص بدأوا يعتنقون هذا المذهب. وقد كتب الشيخ عبد اللطيف السلطاني الجزائري كتب رسالة أو كتابا أسماه المزدكية هي أصل الاشتراكية. المزدكية هي أصل الاشتراكية، وأجاد في وصف المزدكية، ثم قارن بين نظرية المزدكية ونظرية الاشتراكية فوجدها تلتقي في 70%. ثم في هذا القرن أو في القرن الثالث ظهر رجلان وكلاهما من ألمانيا. أحدهما يدعى كارل ماركس والثاني يدعى إنجلز. أما إنجلز هذا فقد كان غنيا من الأغنياء، وأما كارل ماركس فقد كان من الفقراء. وكان إنجلز هذا ينفق على كارل ماركس، ثم بعد ذلك تعرض للطرد من ألمانيا، لأن السلطة القيصرية في ألمانيا كانت لا تحبذ مثل هذا المذهب أن ينتشر في العالم، وذهب إلى بريطانيا. ثم كارل ماركس اتجه إلى باريس وصار يدعو لنحلته، إلا أنه تصادم بنظرية أن الإنسان من آدم وآدم من تراب، ففكر في إيجاد فلسفة أخرى لتناسب الإلحاد الذي يدعو إليه. ثم جاء من الشرق داروين في سفينة بتحاليل عدة، ثم وصل هذا الداروين إلى أن أصل الكائنات يعني الإنسان والحيوانات كلها تتناسل مع تطور النوعية، فألف كتابه الشهير أصل الأنواع. وهذا الكتاب بعثه إنجلز من بريطانيا إلى كارل ماركس في باريس، فلما قرأه الرجل فأعجب به، ثم جعلوا هذا المذهب من أصول الدعوة الاشتراكية الماركسية. وانتشر هذا المذهب وانتشر الإلحاد مع الماركسية وما يسمى باليسارية في العالم. ثم هذه التغمة الشرح فيها يطول، ولكن نحن سنتوقف إلى هذا الحد ثم نواصل شرح كلمة الإلحاد. إذن فالإلحاد هو عدم الإيمان بشيء، والملحد لا عهد له. الملحد لا يرتبط بعهد ولا يرتبط بصداقة ولا يرتبط بأي شيء، لأنه لا يرى جهنم أمامه ولا يرى الجنة أمامه. يقول لك وما يهلكنا إلا الدهر. إذن فلما الالتزام بالجنة أو الالتزام بالنار؟ ومن هنا نجد الشيوعية في تاريخها لم تلتزم بمعاهدة ولم تلتزم باتفاقية، وكانت توقع اتفاقيات مع الملوك، فسرعان ما تهيئ حاشية للإطاحة بهم ثم تقوم بذبحهم. فتعاقدت الشيوعية مع محمد داود أن تكون حليفا استراتيجيا، ثم حركت محمد نور طرقي فأوقع الانقلاب وقتل محمد داود. ثم هذا الرجل وقع على معاهدة صداقة مع السوفيات، ثم بعد ذلك أطاحوا به على يد حفيظ الله آمين، ثم بعد ذلك جاء هذا ووقع، ثم أطاحوا به على يد بابراك كارمال،
ثم أخذوه إلى روسيا فتركوه هناك، فجاءوا بدلا منه بنجيب الله الذي قتلته طالبان. إذن فروسيا لا عهد لها ولا ميثاق معها، فهم يعني من أشهر الناس في الكذب والدجل، فهم ملحدون. وروسيا دائما كانت تتبنى في أخبارها الإمبريالية والاستعمار وكذا، فما فعله الاستعمار الرأسمالي بالناس لم يكن في القساوة كما فعلته الماركسية في الناس. الماركسية في خلال قرن قتلت أكثر من 200 مليون و35 مليون في العالم. أما لما ندرس جرائم الغرب قد نجدها تتجاوز 20 مليون في العالم، بينما الماركسية لأن الغرب إذا رأوا الإنسان قد يرحمون الأطفال، قد يرحمون النساء في حالات، أما الماركسية لا ترحم طفلا ولا ترحم شيئا. وهي ألصق الناس بمصالحها، ولذا على الناس إذا عرفوا المصطلح وفهموا المصطلح فلا يتعبوا أنفسهم باتفاقيات مع الماركسيين، فلن يكونوا أصدقاء ولن يكونوا حلفاء ولن يكونوا أبدا. فجدتي رحمة الله عليها كانت أمية لا تعرف الكتابة ولا القراءة، فقالت كل من يتكل على الاتحاد السوفيتي فهو خائن للإسلام، فوالله لن يروا نصرا من هذه الدولة أبدا ولن يروا احتراما له. فنحن كنا نظن أنها شيء وكذا وإلى غير ذلك، ولكن لما تعلمنا الدين الإسلامي علمنا في النهاية أن هذه الدولة هي التي ستخرب الإسلام والمسلمين. إذن فكيف نفر من رأسمالية غربية متغطرسة إلى شيوعية ملحدة جبارة مبيدة؟ فكيف نطلب النصر من الله سبحانه وتعالى؟ فلا يمكن أن نطلب النصر، فإن النصر لا يأتي بهذا الطريق. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهل محالفة الشيوعيين والماركسيين هو نصرة لله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن القرآن يخاطبك بكلام فصيح، ومن لم يفهم الفصاحة هذه فعليه أن يحمد أن أذنيه طالتا جدا كما طالت أذن الذي يعلم أمره. إذن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، وابحث لي أنت في قوله إن تنصروا الله ينصركم. كيف تنصر الله إذا تريد النصر؟ أتنصره بالتحالف مع أعدائه؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم في آية أخرى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، هنا يقصد الوثنيين ويقصد الملحدين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني اتقوا الله المسلمون. هذا رمضان، فأطعموا ألسنتكم بذكر الله، فأطعموا ألسنتكم بمدح أهل الله، وتجنبوا مدح الكافرين والكذابين، فإن الله تعالى سيجعل عليكم هذا رمضان مسلوب المغفرة. لا يمكن أن تروا مغفرة ولا يمكن أن تروا ذلك ثم يتحقق دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحقق أيها الإخوة، يتحقق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعترضه جبرائيل فقال له يا محمد من أدركه رمضان فلم يغفر له فلا غفر الله له فقل آمين، فقال محمد صلى الله عليه وسلم آمين. إذن هذه حقيقة، يعني فكيف نحن نقول إن تنصروا الله يعني أننا نحن لا نفهم القرآن؟ إذن صدقت فكرة غلادستون عندما قال والله لا نقضي على المسلمين إلا إذا حرفنا هذا القرآن، إلا إذا حرفنا أو قضينا عليه. فقام أحد الأشخاص في مجلس العموم فمزق القرآن، فلما مزق القرآن فقال يا أحمق
نحن لا نقصد تمزيق القرآن. إذا كنت تريد تمزيق القرآن فوالله لن تمزقه، ولكن نريد تمزيق الدلالات في عقول الناس. هو الناس لا يعرفون أن تنصروا الله ينصركم، ولا يعرفون الملحدين، فتجدهم يمجدون الملحدين. وهل الملحد يقيم عدلا؟ وهل الملحد يحمل صفة المقاومة؟ لن يقاوم الملحد أبدا، هذا بنص القرآن وبنص السنة. فاعلم إنك إن لم تقتنع بهذا فأنت عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلست عدو لأولده. اغسل دماغك أيها الإنسان، اغسل عقلك الذي وهبه الله تعالى لك وفضلك على كثير من خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وأنت تحشو عقلك بمقاومة زائفة وبمقاومة كاذبة. اغسل عقلك، نظف عقلك أيها الأحمق الأرعن، نظف عقلك حتى تكون مخلصا لله وأن تعرف ما يقوله لك القرآن. كيف تستطيع أن تترك غلادستون يقول على رأسك ألا تستحيي من الله؟ ألا تستحيي من الملائكة؟ إن القرآن يخاطبك بصراحة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير نفسك، غير فكرك، غير عقلك، وتعال إلى المسجد وتعبد إلى الله، ولا تعرض عن ذكر الله. قالت كفار قوم نوح عليه السلام إذا رأوا ذكر الله وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لأنهم لا يريدون. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن فإذا كنت لا تعرف مصطلح الملحد، أتحدى كثيرا من الناس أن يأتيني ب20 صفحة يشرح لي فيها ما معنى الملحد، وعندما يشرح لي هذه الكلمة فإنني سأكون له من الشاكرين، سأكون له من المادحين. ولكنه إن عجز عن ذلك فلماذا يفوه بكلام لا يليق؟ وإني لأرى كثيرا من الناس تتفوه بهذه الكلمات التي لا تخدم الإسلام بل تخدم أفكار غلادستون العدو الذي قال: نحن لا نستطيع أن نقضي على القرآن. فأقول لك: صدقت أيها الرجل، نعم لقد بدلتم أفكار القرآن في عقول الناس. إن الله تعالى أخبرنا في آيات كثيرة، منها هذه التي تحدثنا عنها: إن تنصروا الله ينصركم. وهل الحكمة أن تعارض القرآن؟ وهل الحكمة أن تعارض الأنبياء؟ وهل الحكمة أن تعارض الصالحين؟ وهل الحكمة أن تشنج وأن تتكبر؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا سمعنا، قالوا يعني نحن على ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ماذا قال؟ لووا رؤوسهم وعارضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ها نحن قد بينا لكم صفة الملحد، فاعلموا أن الظل لن يكون عند الملحد، وإنما الظل عند الله. فستأخذون في الدنيا الرحمة وفي الآخرة ظل عرشه. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إذا رأيتم أن التراويح بدأت تطول كثيرا فقد نلغي هذا الدرس إن شاء الله تعالى حتى تذهبوا لبيوتكم، فلا يمكن، لأن التراويح وعدناكم ب30 دقيقة، فإني أراها تطول إلى ساعة بالضبط، طالت ساعة كاملة. فإذا كنتم ترون ذلك فنختم التراويح وتنصرفوا إلى بيوتكم، والحمد لله رب العالمين.